السؤال الرابع في رسالة الأخ شريف خليفة أحمد السوداني المقيم بالرياض، يقول فيه: ما هو المكروه وما هو المحظور؟ أفيدونا أفادكم الله. المكروه عند أهل العلم هو الذي ينبغي تركه ولكن لا يأثم من فعله، فعله مثل التحدث بعد العشاء في غير العلم وغير الشيء الأمور الضرورية، لأنه قد يشغل عن صلاة الفريضة وقد يسبب السهر، فالذي يكره النوم قبلها والحديث بعدها مثل كثرة الحديث في المساجد أمور الدنيا مكروه ليس محرم، مثل القيل والقال الذي ليس فيه فائدة مكروه. والمحظور هو الممنوع المحرم مثل الغيبة والنميمة شهادة الزور والأيمان الفاجرة، يقال محظور ويقال ممنوع ويقال محرم، مثل قطيعة الرحم وقول الوالدين لأكل الربا، كل هذه يقال لها محظورة ويقال لها ممنوعة ويقال لها محرمة. وما دون ذلك من الأشياء التي ينبغي تركها ولكنها ليس في الأدلة ما يحرمها ويمنعها ولكنها مطلوب من تركها يقال لها مكروه، مثل ما تقدم من النوم بعد العشاء، مثل التحدث بعد العشاء صلاة العشاء بدون ضرورة أو حاجة، ومثل ما تقدم الكلام الكثير في مساجد أمور الدنيا يكره، مثل الكلام الذي ليس له فائدة ومثل يقول في أشياء ما لها فائدة أو يسأل ما لا يعنيه، ترك هذا أو لا مكروه تداخل فيما لا يعنيه. نعم. وفي ترك النوافل مكروه، ترك سنة الإحمال مكروه، ترك سنة الفجر مكروه. نعم. أحسن الله إليكم.